أنا اللي خنت جوزي في بيته وعلى سريره ومع حب عمري. بس المصيبة ما كانتش في الفعل، المصيبة كانت في النتيجة اللي خلت المستور ينكشف، والستر اللي ربنا بعتهولي يتقطع 100 حتة بكلمة واحدة من راجل كنت فاكرة إني بضحك عليه. الحكاية بدأت من مريالة المدرسة، لما كان إياد بيقسم معايا الساندويتش ويحلف لي إنه مش هيلمس إيدي غير في الحلال. عشنا قصة حب مشتركة بكل معنى الكلمة. في ثانوي كنا بنهرب عشان نلمس صوابع بعض، وفي الجامعة كنا بنقعد في آخر المدرج عشان يهمس لي بكلمة بحبك وسط الزحمة. إياد ما كانش مجرد حبيب، ده كان وشم مطبوع على قلبي، مهما الدنيا غسلت فيه ريحته كانت لسه فيا. كان ما بيننا تجاوزات بس بحدود، أحضان بتعصر الضلوع من الشوق، بوسات مسروقة بتحسسني إني ملكة الدنيا. بس كان دايما خايف عليا من نفسه، كان بيحرس شرفي كأنه بيحرس روحه. لحد ما اتخرجنا واكتشفنا إن الدنيا بره الجامعة وحشة قوي. إياد لف كعب داير، مفيش شغل، مفيش سكن، مفيش أمل. وبالرغم من فقره دخل بيت أبويا وطلبني. أبويا بصله من فوق لتحت وقال بنبرة قطمت قلبي: يا ابني اللي جيبه فاضي بيته بيبقى بارد، بنتي ما تستاهلش تعيش في البرد. وفي لمح البصر ظهر طارق، العريس اللي لسه نازل من الطيارة، ريحة الدولارات والإمارات فايحة منه. راجل جاهز، شقة في أرقى حي وحساب بنكي يخلي أبويا يرقص من الفرح. حاولت أصرخ، حاولت أقول لأبويا أنا قلبي مع التاني، بس صرختي اتكتمت بجهاز العروسة والفرش اللي بيتمحي بيه تاريخي مع إياد. اتجوزت طارق وأنا جثة هامدة. ليلة الدخلة كانت بالنسبة لي اغتصاب شرعي. كنت بنام جنبه وبغمض عيني واتخيل ملامح إياد، ملمس إيده، صوته وهو بينطق اسمي. طارق كان غريب، بارد، معاملته معايا كانت رسمية لدرجة تشكك، وما كانش بيقرب مني غير فين وفين، وكنت بقول في سري أحسن خليه بعيد ببروتو. بعد فترة قصيرة طارق قال لي: ندى، أنا لازم أرجع الإمارات شهرين أخلص شغل هناك وأرجع أستقر تماما. سافر طارق وساب لي الشقة، ساب لي الحرية المسمومة. قعدت 3 أيام لوحدي، الحيطان كانت بتنطق اسم إياد، وفي ليلة والشوق كسر كل قفولي اتصلت بيه. صوته كان كفيل يخليني أبيع الدنيا: إياد، وحشتني، طارق سافر والشقة فاضية، تعالى يا إياد، تعالى نعيش الساعة اللي اتحرمنا منها سنين. إياد جه، وبمجرد ما دخل من باب الشقة كل المبادئ اللي كان بيحلف بيها وقعت تحت رجلي. في الصالة اللي طارق دافع تمنها دم قلبه، وعلى السرير اللي كان مفروض يشهد على سطرنا، انفتحت أبواب الجحيم. ملمس إياد كان غير، أنفاسه كانت بتكوي جلدي، والحميمية اللي كانت ما بيننا المرة دي ما كانتش مجرد بوسة أو حضن، كانت انفجار لكل الحرمان اللي عشناه. نسينا كل حاجة، نسينا إن في رب ما بيسيبش، وإن في جوز غيب، وإن في شرف بيداس. الليلة دي عدت وإياد مشي، وأنا قعدت لملم أشلائي وأنا حاسة بانتصار وهمي إني خدت حقي من جوازة ما كنتش عايزاها. بس الصدمة الحقيقية بدأت بعد شهر لما الدورة اتأخرت. عملت التحليل في الحمام وطلعت الشرطتين زي حبل المشنقة. كنت حامل، والدهشة ما كانتش في الحمل، الدهشة كانت في إني متأكدة إن الحمل ده من إياد، لأن طارق ما لمسنيش من وقت طويل قبل ما يسافر. قلت لنفسي بسيطة، هقول لطارق إنه ابنه، هو كده كده ما بيعرفش يحسب وهنستر الليلة. ما كنتش أعرف إن الستر اللي أنا عايزاه هيتحول لفضيحة بجلاجل، لأن طارق كان مخبي عليا حقيقة تخلي الحمل ده معجزة مستحيلة أو خيانة أكيدة. الخوف ما كانش مجرد شعور، الخوف كان طعم مر في حلقي ما بيفارقنيش. كنت بقعد في الشقة أبص للحيطان اللي شهدت على خيانتي وأحس إنها بتطبق عليا. كل يوم بيفوت والبيبي اللي في بطني بيكبر كان نبضه بالنسبة لي زي دقات ساعة بتعد التنازلي للحظة إعدامي. كنت بحاول أقنع نفسي إن الدنيا هتمشي،
يا بنت يا ندى، طارق راجل غلبان وبيحبك، وأول ما تقولي له مبروك يا بابا هيطير من الفرحة ومش هيسأل إزاي وإمتى. كنت برسم الضحكة قدام المراية واتمرن على الكلمة اللي هقولها له أول ما يفتح الباب. بس المشكلة كانت في إياد اللي فجأة قلبه مات وبقى بيتهرب من مكالماتي كأنه خاف من النتيجة اللي وصلنا لها. أسبوع قبل رجوع طارق كلمت إياد وقلت له وأنا بنهار: إياد، أنا حامل، إحنا لازم نشوف حل، طارق راجع الأسبوع الجاي. رد عليا بصوت غريب، صوت واحد غريب، مش ده اللي كان بيموت في دبلتي. وأنا مالي يا ندى، أنتي ست متجوزة، قولي لجوزك إنه ابنه، أنا معيش مليم ولا أقدر أشيل شيلة زي دي. أنتي اللي طلبتي الناجي وأنتي اللي فتحتي الباب. الدنيا سودت في عيني. ده الأمان اللي ضيعت شرفي عشانه؟ ده اللي كنت بتمناه من دون الدنيا؟ قفلت السكة وأنا حاسة إني عريانة بجد، مش عريانة من الهدوم، لأ، عريانة من السند. يوم رجوع طارق كنت مجهزة العشاء والبيت ريحته بخور، وأنا لابسة أحسن ما عندي عشان أداري الخزي اللي جوايا. الباب اتفتح، دخل طارق بشنطه وبتعب السفر، سلم عليا ببروده المعتاد، بس المرة دي كان في عينيه نظرة فحص غريبة، كأنه بيقرأ اللي ورا ملامحي. قعدنا على السفرة وكنت حاسة إن لقمة العيش هتقف في زوري. خدت نفس طويل وقلت بصوت مرعوش: طارق، أنا عندي ليك مفاجأة، أنا رحت للدكتور وطلعت حامل. كنت مستنية يشيلني من الفرحة أو حتى يسألني بجد، لكن اللي حصل كان أغرب من الخيال. طارق سايب الشوكة من إيده بالراحة ومسح بقه بالمنديل ببرود يقتل، وبصلي وهو بيطلع ظرف من جيبه وحطه على الترابيزة. حامل؟ مبروك يا ندى، بس يا ترى حامل من مين؟ قلبي وقع في رجلي وقلت بتحتها: يعني إيه من مين؟ منك طبعا يا طارق، هو أنا ليا غيرك؟ ضحك ضحكة صفرة وفتح الظرف وطلع منه ورق وأشعات ورميهم قدامي. بصي في الورق ده كويس يا مدام، دي تحاليل عملتها في أكبر معامل في الإمارات وقبلها هنا في مصر. أنا عقيم يا ندى، عقيم بنسبة 100%، ومفيش أي أمل إني أخلف ولو بعد 100 سنة. أنا كنت عارف الحقيقة دي من قبل ما أتجوزك، بس قلت لنفسي أستر نفسي بيكي وأعيش حياتي وأنا عارف إني مش هفتح بيت فيه عيال. قمت وقفت وأنا بصرخ: أنت بتقول إيه؟ لأ، التحاليل دي غلط. قرب مني ومسك دراعي بقوة خلت عظمي هيتكسر، ونبرة صوته اتحولت لفحيح تعبان: التحاليل صح يا خاينة، أنا كنت مسافر وعارف إنك لوحدك، بس ما كنتش متخيل إنك بالرخص ده تدخلي واحد بيتي وعلى سريري، وتيجي النهاردة بكل بجاحة تلبسيني ابن حرام. وقعت على الأرض تحت رجليه وأنا ببكي: استر عليا يا طارق، أبوس إيدك، أبويا لو عرف هيقتلني، طلقني في السر وسيبني أمشي، بلاش الفضيحة. بصلي بقرف وتف في الأرض وقال: أستر عليكي، انتي ما تعرفيش أنا مين، أنا مش بس هطلقك، أنا هخليكي عبرة، أنا هكلم أبوكي دلوقتي يجي يشوف تربيته، والطفل اللي في بطنك ده هيكون هو شاهد الإثبات على قذارتك. مسك الموبايل وبدأ يطلب رقم أبويا، وأنا كنت حاسة إن ملك الموت واقف وراه مستني اللحظة اللي روحي تطلع فيها. إيد طارق كانت بتتحرك على شاشة الموبايل ببرود أعصابي يجنن، وأنا كنت سامعة دقات قلبي بتخبط في وداني زي الطبلة. الدنيا سودت في عيني وشريط حياتي كله مر قدامي: المدرسة، إياد، يوم الفرح، واللحظة اللي فتحت فيها باب الشقة للحرام. كل ده هينتهي بطلقة في راسي أو سكين في رقبتي أول ما أبويا يدخل من الباب. رميت نفسي على رجل طارق، كنت بتمسح في جزمته وأنا بشهق من كتر العياط: بلاش أبويا يا طارق، أبوس رجلك، بلاش أبويا، ده ما بيعرفش التفاهم، ده هيقتلني ويغسل عاره بدمي، ارميني في الشارع، طلقني وارميني بهدوم البيت، بس بلاش الفضيحة. طارق زقني برجليه بقسوة خلت راسي تخبط في رجل الترابيزة، وقال وهو بيحط الموبايل على ودنه: وعاري أنا مين يغسله يا مدام؟ والقرون اللي ركبتها لي وأنا شقيان في الغربة مين يدفع تمنها؟ أنا سكت على برودك وسكت على إنك كنتي بتنامي جنبي كأنك جثة، قلت بكرة تتعود، ما كنتش أعرف إنك كنتي بتحوشي مجهودك للحرام. الموبايل فتح، سمعت صوت أبويا وهو بيقول بنعاس: أيوة يا طارق يا ابني، حمد لله على سلامتك،
لسه واصل؟ طارق بصلي بابتسامة شيطانية ورد بصوت هادي ومرتب: أيوة يا عمي، لسه واصل، بس محتاجك في موضوع حياة أو موت في شقتي دلوقتي. ندى تعبانة قوي ومحتاجك تكون موجود عشان نخلص الحكاية دي. أبويا صوته اتغير وبقى فيه فزع. تعبانة؟ مالها؟ أنا جاي حالا، مسافة السكة. طارق قفل السكة وبصلي وقال: 10 دقايق يا ندى، 10 دقايق والستارة هتنزل. روحي اغسلي وشك والبسي طرحتك عشان لما تقابلي ربك تقابليه وانتي مستورة. قمت وانا مهدودة، دخلت الحمام وقفلت على نفسي. بصيت في المراية، ما كنتش شايفة ندى، كنت شايفة واحدة غريبة ملامحها ميتة وعينيها من كتر الرعب بقت زي الدم. فكرت أهرب من الشباك بس احنا في الدور العاشر. فكرت أموت نفسي بس خفت من اللي مستنييني هناك. فتحت الموبايل وبإيد بترتعش بعتت رسالة أخيرة لإياد: أبويا جاي في الطريق وطارق عارف كل حاجة. أنا هموت يا ياد، والطفل اللي في بطني هيموت معايا. يا رب تكون مرتاح. الرسالة اتشافت سين في لحظتها ومفيش رد. إياد عمل لي بلوك. في اللحظة دي ما كنتش زعلانة، كنت بضحك على غبائي. أنا ضيعت الدنيا والآخرة عشان واحد جبان ما يسواش بصلة. الجرس رن. خبطات أبويا كانت بتهز باب الشقة وبتهز روحي معاها. سمعت طارق وهو بيفتح الباب وبصوت فيه تمثيل بالانكسار بيقول: اتفضل يا عمي، نورت. معلش صحيناك في وقت متأخر، بس الموضوع ما يتأجلش. أبويا دخل وهو بينهج: فين ندى؟ مالها؟ جرالها إيه؟ خرجت من الحمام وأنا سند على الحيطة. أبويا أول ما شافني جه عليا بلهفة: مالك يا بنتي؟ وشك أصفر كده ليه؟ طارق بيقول إنك حامل. ده خبر يفرح يا بنتي. ليه صوته كان حزين كده؟ طارق قرب ووقف جنب أبويا وطلع الورق والأشعات تاني وحطهم في إيد أبويا وقال بمنتهى السم: أصل الفرحة ما كملتش يا عمي. الخبر ده كان يبقى يفرح لو أنا بخلف، بس أنا عقيم بشهادة الدكاترة في مصر وبره. بنتك حامل من حد تاني يا عمي، حامل وهي على ذمتي. الصمت اللي ساد في الصالة كان أرعب من أي صراخ. أبويا فضل باصص للورق وبعدين بصلي. عينيه اللي كانت مليانة خوف عليا فجأة اتحولت لكتلة نار. الورق وقع من إيده وإيده التانية بدأت تدور على أي حاجة تقيلة يمسكها. بتقول إيه يا طارق؟ أبويا نطق الكلمة كأنها طالعة من جروح في حنجرته. طارق كمل: بقول إن بنتك خانتني في بيتي والتحاليل أهي. مبروك يا عمي، هتبقى جد بس بالحرام. أبويا هجم عليا، مسكني من شعري وجرجرني في نص الصالة وبدأ يضرب فيا بكل قوته وهو بيصرخ: يا فجرة يا واطية، ده أنا شلتك فوق راسي، ده أنا قلت بنتي ست الستات، بتوطي راسي في الطين، بتجيبيلي العار وأنا لسه عايش. طارق كان واقف بيتفرج ببرود كأنه بيتفرج على مسرحية. أبويا طلع سكين صغير كان دايما شايله في جيبه للظروف ورفعه لفوق وهو بيقول: والله ما هخليكي تطلع عليكي شمس، هموتك وهموت اللي في بطنك وهغسل شرفي بإيدي. السكينة كانت بتلمع تحت نور النجفة وعين أبويا كانت بتطلع منها شرار كأني مش بنته، كأني عدوة اللدود. في اللحظة دي ما كنتش حاسة بالضرب اللي نزل على جسمي، كنت حاسة بس ببرودة الموت وهي بتقرب من رقبتي. غمضت عيني واستسلمت، قلت يا رب سامحني، وكنت مستنية النغزة اللي هتنهي كل الوجع ده. أبويا رفع إيده بالسكينة وبكل غلة نزل بيها، بس طارق في اللحظة الأخيرة مسك إيده. ما كانش حب فيا ولا رحمة. طارق مسك إيده وهو بيقول له ببرود يخلي الدم يتجمد: بلاش هنا يا عمي، مش عايز دمها يوسخ سجادي وشقتي. لو عايز تقتلها خدها عندك أو ارميها في أي داهية، أنا مش عايز ألبس قضية قتل بسبب واحدة زي دي. أبويا كان بينهج وصدره بيطلع وينزل من كتر الغضب. بص لطارق وبعدين بصلي بقرف وتف في وشي: عندك حق، خسارة فيها السجن، دي تترمي للكلاب. جرجرني أبويا من شعري لحد باب الشقة، وطارق كان واقف وراه بيقفل الباب بكل هدوء كأنه بيقفل صفحة قديمة من حياته. نزل بيا أبويا السلم، ما كانش عايز يركب الأسانسير عشان محدش يشوفنا،
وكان كل دور بينزله بيديني خبطة في ظهري بكلمة يا واطية يا فجرة. وصلنا الشارع في وقت متأخر من الليل، الجو كان برد وأنا كنت بهدوم البيت حافية ومكسورة. رماني في الكرسي الوروني بتاع عربيته وطلع بيها زي المجنون. كنت فاكرة إنه واخدني على البيت عشان يكمل عليا هناك قدام أمي، بس لقيت الطريق بيتغير، إحنا رايحين على طريق زراعي مقطوع. يا بابا أبوس إيدك اسمعني، قلت بصوت مبحوح. صرخ فيا وهو بيبصلي في المراية بعيون حمرة. ما تنطقيش الكلمة دي، أنا مش أبوكي وإنتي مش بنتي. بنتي ماتت يوم ما وافقت تتجوز وهي قلبها مع حد تاني، وماتت بجد لما دخلت الغريب بيت جوزها. أنا هوديكي مكان يليق بيكي. وقف العربية في منطقة ضلمة تماما مفيش فيها غير صوت صرصار الغيط. نزلني وسحبني ورا شجرة كبيرة وطلع السكينة تاني. انتقي، مين اللي عمل كده؟ مين اللي وطى راسي؟ سكت. ما كنتش عايزة أقول اسم إياد، مش عشان بحميه، لكن عشان ما كنتش عايزة أموت بسببه مرتين. بس أبويا ضغط على رقبتي بالسكينة لدرجة إنها جرحت جلدي. قولي اسمه عشان أقتله هو كمان وارتاح منكم انتوا الاتنين. إياد. نطقت الاسم وكأنه سم خرج من بقي. إياد يا بابا، اللي رفضته زمان عشان فقير. أبويا ضحك ضحكة هستيرية. إياد الحفيان، ضيعتي نفسك عشان واحد مش لاقي ياكل؟ رمى السكينة في الأرض فجأة وقعد على ركبه وهو بيبكي بقهره. أنا اللي عملت في نفسي كده، أنا اللي اخترت الفلوس ونسيت أصون بنتي، بس برضو مفيش عذر للخيانة يا ندى. قام وقف ومسح دموعه وبصلي بنظرة أخيرة كانت أقسى من السكينة. أنا مش هقتلك، الموت راحة ليكي وانتي ما تستاهليش الراحة. أنا هسيبك تعيشي بس في الضلمة. من النهاردة انتي مالكيش أهل ولا ليكي اسم ولا ليكي بلد. الطفل اللي في بطنك ده لو نزل هيكون لعنة ليكي طول العمر. سابني وركب عربيته وطلع وسابني في نص الخلا لوحدي، حامل ومنبوذة من كل الناس. العربية مشيت وسابت وراها عفر التراب وصمت مرعب ملوش آخر. وقفت في نص الطريق، الهوا الساقع بيخبط في جسمي اللي واكل علقة موت، وبطني بدأت تشد عليا بوجع ملوش وصف. كنت حاسة إن الأرض بتلف بيا والسما بتبصلي بقرف. أنا ندى اللي كانت بتتدلع في بيت أبوها، اللي كانت بتمشي في المدرسة والكل بيعمل لها حساب، بقيت دلوقتي حتة لحمة مرمية في الغيط، لا سكن ولا أهل ولا حتى كرامة. ما استنيتش كتير، بدأت أمشي وأنا بسحل رجلي سحل. كنت ماشية من غير هدف، دموعي نشفت على وشي وبقت زي الملح اللي بيحرق جروحي. ما كنتش خايفة من الكلاب اللي بتنبح من بعيد ولا من الضلمة الكحلة، كنت خايفة من بكرة. هروح فين؟ والبيبي اللي بدأ يتحرك في بطني ده ذنبه إيه؟ ذنبه إنه ابن نزوة غبية؟ ولا ذنبه إنه أمه وثقت في واحد جبان؟ وصلت الأول الطريق العمومي، لقيت عربية نقل محملة خضار واقفة وصاحبها بيشرب شاي. بصلي باستغراب وشكلي كان يصعب على الكافر، هدوم متقطعة وش وارم وحافية. يا بنتي انتي ايه اللي رماكي هنا في الوقت ده؟ انتي كويسة؟ بصيت له بمنتهى الانكسار وقلت بصوت طالع بالعافية: عربية خبطتني وسابتني ومشيت، بالله عليك وصلني لأقرب محطة قطر. الراجل صعبت عليه وركبني جنبه، وطول الطريق كان بيسأل وأنا ساكتة بصة من الشباك وبفتكر إياد اللي عمل لي بلوك، اللي باعني في أول محطة. وصلت المحطة، كان معايا في جيبي خاتم دهب كنت لابساه، بعته لواحد من بتوع الدهب اللي بيفتحوا بدري بتخس تمنه، وخدت الفلوس وركبت أول قطر رايح اسكندرية. قلت أبعد عن كل مكان ممكن ريحة أهلي أو طارق توصله. في القطر قعدت في ركن بعيد، حطيت إيدي على بطني وهمست: سامحني يا ابني، أنا اللي جنيت عليك قبل ما تيجي. وصلت اسكندرية، المدينة اللي كنا بنحلم أنا وإياد نتمشى على بحرها وإحنا متجوزين. البحر اللي كان رمز للرومانسية في خيالي بقى دلوقتي رمز للغرق. أجرت أوضة وصالة في منطقة شعبية متدارية،
وبدأت أشتغل شغالة في البيوت. أنا ندى خريجة الجامعة بقيت بمسح سلالم وبغسل مواعين عشان ألاقي لقمة أكلها أنا واللي في بطني. كل يوم كنت ببص في المراية، بطني بتكبر وملامحي بتختفي. ما كنتش بكلم حد ولا حد بيكلمني. كنت الست المغتربة اللي محدش يعرف لها أصل ولا فصل. بس الوجع الحقيقي ما كانش في الشغل التعب، الوجع كان في الوحدة. في ليلة كنت قاعدة تعبانة، لقيت تليفوني القديم اللي